إطلالاتها الجريئة جعلتها تتصدر الترند الفترة الأخيرة. حلا شيحة متصدرة الترند من بعد ظهورها في فرح الفنانة جميلة عوض، والإطلالة الجريئة اللي ظهرت بيها، والناس اتفاجئت وما كانتش مصدقة إن دي حلا اللي كانت لابسة نقاب وحجاب ومحرمة الفن. واتصدم الجمهور من التغيرات المفاجئة في حياة حلا شيحة، والإطلالات الجريئة اللي بقت بتطل بيها على الجمهور باستمرار. وابتدت الانتقادات اللاذعة ليها ولإطلالاتها. وكان أول رد من الفنانة حلا شيحة على انتقاد الجمهور ليها، قالت: اتأثرت شوية لأن أنا بني آدمة. في لحظة اتأثرت وكنت متضايقة لأني حاسة إن الناس مش مستوعبة قوي اللي بمر بيه، وبتهاجم من غير ما تفهم وبتنتقدني. الناس مش عارفة أحداثي وحياتي اللي بعيشها. أنا كان ليا أحداث في حياتي، وكان ليا حاجات مريت بيها في حياتي وصلتني لحاجات معينة، لكن في الآخر مش هنقدر نتحكم في الناس. احنا بنعيش في زمن مفتوح في السوشيال ميديا، فأنا مقدرش أمنع الناس إنها تتكلم وتقول رأيها وتعبر عنه. وأثارت الفنانة حلا شيحة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة بعد انتشار صورة ليها مع المطرب أحمد سعد من حفل زفاف الفنانة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ، والكل كان مستني إعلان خبر ارتباطهم. وكنا مستنيين نشوف أحمد سعد وحلا شيحة بالبدلة والفستان الأبيض، ويعمل لها فرح زي اللي عمله لسمية الخشاب، وتكون هي الممثلة التالتة في حياة أحمد سعد بعد ريم البارودي وسمية الخشاب. لكن خرجت الفنانة حلا شيحة لتنفي كل الشائعات وقالت: أحمد سعد ده حبيبي وجميل وفنان جميل. احنا كنا في فرح جميلة عوض، هو كان نازل من المسرح ليغني وانا طالعة، وسلمنا على بعض، ففي لحظة السلام دي الناس صورتنا وعلقت على شائعات الارتباط. ضحكت وقالت: أحمد جميل وفنان جميل، ليه أتضايق؟ بالعكس. وبكده الفنانة حلا شيحة قفلت باب كل الشائعات عنها وعن أحمد سعد. ده كان خبرنا النهاردة. اللي لسه مشتركش في قناتي أتمنى يشترك في قناتي ويحط اللايك ويحط التعليق.